الاخوان تيبان لي كوب ضرب غادي دي فلسطين ولا غادي دي سوريا ولا غادي دي عمان ولا شي فريق ما كيطيحش شي واحد على البال. هاد الجروب هذا اللي فيه سوريا وتونس وفلسطين وقطر كلشي كان كيقول ان المنتخب التونسي والمنتخب القطري دايزين اليز بحكم انهم عندهم لاعبين كبار وعندهم القاب، يعني منتخبات هي متمرسه. كلشي كنقول فلسطين ولا سوريا صافي غيتكلاساو الثاني والثالثين وغادي يزيدوا. دابا شكون اللي متصدر دابا؟ فلسطين اخوان. فلسطين متصدره هي المجموعه ب4 ديال النقاط، هي الاولى بالنسبه ديال الاهداف. سوريا هي الثانيه. دابا حاليا الماتش الاخر غيتلعب ما بين سوريا وفلسطين نهار الاحد، يتعادلوا بعضياتهم ويدوزوا معانقين للثمن النهائي. وتونس وقطر باب الحباب. كيبان لي الاخوان هاد كاس العرب هذا بالضبط غتكون فيه شي مفاجاه، شي منتخب ما على بالناش. حنا كنتمنوا المنتخب المغربي يدي هاد لاكوب، ولكن كتبان لي فيه المفاجاه تاع كلشي جاهر. كاع الماتشات اللي تفرجت فيهم والنيفو طالع صاحبي، كاين الريتم، كاين الايقاع، كاين الجمهور، كلشي باغي يربح. وكاع المنتخبات متساويه، كيبان لك كلشي بحال بحال. هذا كيكومبريسي بروان ميطا، الاخرين كيفيقوا دوزيام ميطا، هادو كيما الاخرين كيتعادوا واحد النديه، وكاين واحد الحراره ما بين عرب شمال افريقيا وعرب اسيا. كلشي باغي يبين راه حنا اللي عندنا الكره تطورات، وحنا اللي عندنا النيفو طالع. والصراحه تقال في صالحنا هذا، حنا كنتمتعوا الصراحه تقال. المقابلات كلهم دازوا مشوقين الاخوان، حاليا مقابلات دازوا مشوق وفيهم كره كبيره. غدا المنتخب الوطني المغربي نتمنوا ينتصر على عمان. المقابله ما غتكون سهله على واحد المنتخب اللي هو محن السعوديه في الماتش الاول ربحهم غير ب2-1، وعندهم واحد المدرب اللي ديجا تيربح لنا فما كيشد شي منتخب اللي هو كيروش. عقلوا نهار ايران واحد دوزو خسانا من كوب دي موند، يعني كيبين على ان كيروش الاخوان من المدربين اللي كيعرفوا كيفاش يربحوا المغرب. كنتمنى غدا السكيتي يوقع لنا شي وصفه ويدخل اللاعبين اللي يستاهلوا يدخلوا ويقدموا لنا واحد المقابله كبيره وينتصروا ويدوزوا لدور الثمن النهائي ان شاء الله. وتكون مقابله ديال السعوديه مقابله شكليه، ريحوا منا اللاعبين ونستعدوا للمقابلات الجايه. ايطاب ان شاء الله شدوا هاد كوب ضرب الاخوان. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.